اكيد كلكم عارفين ابو الهول، التمثال اللي على جسم اسد وراس انسان. الفراعنه بنوا التمثال ده اعتقادا منهم انه هيخوف الحراميه اللي بتيجي تسرق ذهبهم ومجوهراتهم اللي بيدفنوها مع جثثهم جوه الاهرامات. طبعا نص اثار مصر اتسرقت عادي خالص وابو الهول قاعد. جه نابليون نش واحده وقع له مناخيره وابو الهول قاعد. السياح بيجوا مخصوص يركبوا عنده حصنه ويركبوه هو شخصيا وابو الهول قاعد. هو قاعد ما بيعملش حاجه خالص زي الطرطور. المهم ده مش موضوعنا النهارده. موضوعنا النهارده عن حاجه تانية خالص. هنتكلم النهارده عن اول رئيس مدني معين بعد ثوره 30. اشهر شخصيه في مصر يعرفوا الصغير قبل الكبير. المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية لحد ما يجيبوا رئيس جمهورية. مشهور يعني. أنا سمعت اسمه 3-4 مرات بس مش متذكره بصراحة. لا ما أعرف. اسمه رئيس عدلي منصور. ده رئيس اللي هو المحكمة العليا. بس انا اعرف اللي هو كويس. اعرف انه كويس. وحش. يا جماعه اوعوا تفتكروا ان الرئيس عدلي منصور ملوش لازمه وانه عامل زي ابو الهول ما بيعملش حاجه. الرئيس عدلي منصور عمل حاجات للبلد عمر ما الرئيس عملها قبل كده. منصور مساء الخير يا فندم. مساء الله ما شاء الله اهلا وسهلا. عمل مداخله تليفونيه على التلفزيون. معانا سيادة الرئيس عدلي منصور زي ما بقول لحضراتكم. مع سيادتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. بصراحه هو كان ليه فيديو تاني كده من على قناه مولودي بس احنا مش هنعرف نعرضه حفاظا على هيبه رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه برضه يا جدعان. بصراحه هو كان طالب تعارف جد على شريط مولودي اللي تحت. بس الحمد لله قدرنا نحصل لعدلي منصور على اول تسريب ليه وهو بيتكلم في السياسه. البعض بيتوهم او بيأمل ان ثورة 30 يونيو جاءت لتمحو ثورة 25 يناير. احب ان انا اقول لمن يتوهم هذا او يأمل في هذا ان 30 يونيو بتكمل 25 يناير. على فكره عكاشه مفجر ثوره 30 لو سمعك بتقول كده هيكون لي موقف معاك وحش قوي. اي واحد هيقول قدامي ثورة 25 يناير ثورة 25 يناير هضربه بالدماغ، هقوم اديله دماغه على طول. يقول 25 يناير كانت ثورة، تقولوا له انت جندي وعميل. ثورة 25 يناير. يا جماعه التخبط ده مش المفروض برضه اللي السيسي منبه عليكم يبقى في تنسيق ما بين اعلام العسكر وحكومته؟ وبالرغم من الأوضاع الاستثنائية وحالة الطوارئ لم تتم إحالة مدني واحد إلى القضاء العسكري أو لمحاكمة عسكرية. قضت المحكمة العسكرية بالسويس ببراءة 12 متهما والسجن المؤبد ل1 والسجن المشدد ل3 متهمين. مفيش محاكمات عسكريه؟ يعني مفيش محاكمات عسكريه. رئيس جمهوريه يا جدعان. انه قال انه مفيش مدني اتحاكم عسكري. لا في، لا وقف قدام المحاكم العسكريه في عهدك يا سياده المستشار. الاول كان عندنا رئيس جمهوريه محمد مرسي شايف الفساد وقاعد يتفرج على الدوله. لكن الحمد لله العسكر جاب لنا رئيس مش معانا في الدوله. بس ده كله يتمحي قصاد مقاومه الرئيس عدلي منصور للهيمنه الامريكيه. مسألة التدخل أو تدوير الشأن المصري مسألة مرفوضة شكلا وموضوعا. طب والله امريكا دي ما عندها دم. اذا كان الراجل نفسه ما بيتدخلش في شؤون مصر هتيجوا انتوا تتدخلوا؟ كلموا اللي معينه. كلنا عارفين ان السيسي جاب الراجل ده عشان الكرسي ده ما ينفعش يتقعد عليه الا ببدله مدنيه. فالسيسي جاب الراجل يدفي له الكرسي يومين على ما يقلع البدله. مش ده الكوميدي. الكوميدي في الموضوع ان السيسي لما جاب الراجل اداله ب2 جنيه صلاحيات. بس كعاده اي ديكتاتور
سابهمش معاه اكتر من يومين. أصدر رئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا رقم 621 لسنة 2013 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية. طب انا اتكلمت دلوقتي، جبت حاجه انا من عندي، بس للامانه الراجل ده مش نحس زي اللي قبله. دكتور مرسي وخطوته العزيزة خش باكستان، راح الدكتور مرسي وقع 5 اتفاقيات ووقع زلزال وحصل حادث أليم وراح فيه العشرات في انقلاب أتوبيس. باكستان تستقبل مرسي ب21 طلقة مدفعية وزلزال. ومشي مرسي، يعني خد معاه النحس؟ لا مشي بس، يعني لسه في نحس. فكان لازم علينا كفريق يوتيوب ندور على الغراب اللي معشش جوه مصر. السيسي وعمرو يرافقان الرئيس، والهند المحطة الثانية للرئيس لإطلاق مجلس الأعمال المصري الهندي. بركاتك يا سيسي. الولية دي عجوزة لكن صحتها كده. بركاتك يا ابن الفقرية. زلزال يحدث ذلك في الذكرى 21 للزلزال. سبحان الله، زلزال 92 بقاله 21 سنة ساكت وجاي يمسي علينا في عهد السيسي. بركاتك يا ابن الفقرية. أنباء عن مصر 4 وإصابة 7 أفراد نتيجة اصطدام قطار. بركاتك يا سيسي. كارثة جديدة ربنا يسلمنا. أستاذ إيهاب أهلا بيك. اهلا بك استاذ جابر. بالفعل كارثه جديده تعيشها السياحه وتعيشها مدينه اسوان. الباخره ملك النيل كانت متجهه من كومومبو الى مدينه اسوان، اصطدمت الباخره ببعض الصخور، حيث تعرض عدد كبير من المنازل والأراضي الزراعية للانهيار والغرق. انقلاب حافلة سياحية أمام الصالة المغطاة بشرم الشيخ بسقوط طائرة تدريب عسكرية صباح اليوم. يا جماعة ده قضاء وقدر، وأكيد يعني حكومة العسكر هتعوض الناس اللي ماتت. فشل إن الطفل عندك ثمنه أرخص من الموبايل 5000 جنيه يا كافر. لا 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 يا أستاذ عمرو، 5 دول كانوا في عهد مرسي، في عهد العسكر 3 بس. محافظ الأقصر 3000 جنيه تعويضا لأسرة ضحية الطائرات العسكرية. بس إحقاقا للحق لازم نوجه شكر لعبد الفتاح السيسي على النقلة الفنية الكبيرة اللي نقلها للفن المصري. يا مصري مصر دايما بتناديك، كل نصري نصر من واجب عليك. تسلم الأيادي تسلم يا جيش بلادي. وبمناسبة تسلم الأيادي، لو فرحك قريب وعايز تملاه بهجة وبركة يبقى مفيش أحسن من صورة عبد الفتاح السيسي وتسلم الأيادي، وألف مبروك مقدما. يا جماعة دي مصايب قضاء وقدر، مش معقولة يعني السيسي هيكون نحس. كله كوم، والرياضة في عهد العسكر كوم تاني. انقلاب السيسي يريد ان يقضي على كل ما هو بين قوسين منتخب، حتى منتخب الكرة. يعني واتخيل السيسي ماله من منتخب طبعا هو كان مرسي يعمل اي حاجة يقول لك مرسي نحس. طب وانتوا كده انقلابكم نحس بقى. طيب والسيسي نحس يعني. اكيد طبعا كلنا تابعنا ماتش مصر وغانا في التصفيات الاخيره. هو بالتاكيد ان شاء الله لو حصل ده هيبقى يعني انتصار رياضي بطعم سياسي. وعشان السياسه عندنا متعسكره فكان طبيعي اننا ناخد هزيمه بطعم العسكر. المنتخب لاول مره في التاريخ ينهزم 6 في اي تصفيات، لدرجه ان خلاص ما عادش في امل الا في حاله واحده. المقصورة لما هيلاقوا فيها رئيس الجمهورية وهيلاقوا بس الفريق عبد الفتاح السيسي موجود، واللعيب هيطلع كل اللي عنده بس يشوفوا السيسي، بس الفريق السيسي بس يشوفوا السيسي، بس الفريق السيسي. اذا كان السيسي نحس وصل غانا وشيلنا 6، امال لما يحضر هنا هنشيل كام؟ ولا اقول لك انا شايف ان الافضل عبد الفتاح السيسي يحضر الماتش،
خليه بقى ينحس فريق غانا اللي خرجنا من كاس العالم وطلع هو احسن، يستاهل. العسكر من ساعه ما مسك البلد وكل يوم مصايب بتحصل، بيقتل في الشعب، حوادث قطورات، غرق مراكب، طيارات بتقع، شركات ومصانع بتقفل وبتسرح موظفينها. يا ترى لسه في حد مقتنع ان الغراب هو اللي نحس؟ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب من هنا وتعملوا شير للحلقة. وحظر تجول وطوارئ ولم المعارضين في المعتقلات. انا ما بهزرش، بالله عليكم مش كل حاجه زادت في عهد العسكر؟ قطع الكهرباء زاد ولا لا؟ الاسعار زادت ولا لا؟ الشحات زادت ولا لا؟